تعرف الفرق بين التعلق والمشاعر الحقيقية؟ ليه ساعات بتحس انك مش قادر تعيش من غيره مع انك بتتأذي طول الوقت وانت معاه؟ ويا ترى انت بتبقى متمسك بالشخص ولا بالذكرى اللي في خيالك اللي انت راسمها عنه؟ الحياة مع التعلق بيكون شكلها مرهق جدا. طب ده ليه؟ لانك بتصحى من النوم اول فكرة بتيجي في بالك هو فين وبيعمل ايه، ولو غاب شوية دماغك تروح لأسوأ سيناريو، ولو حضر عينك ما بتسيبوش، قلبك بيكون ماسك فيه كأنك خايف ويطير منك. تعيش طول الوقت مركز عليه هو وناسي نفسك، تغير كلامك لبسك وحتى اختياراتك علشان يرضى، تتنازل عن وقتك وأحلامك وراحتك، المهم يكون راضي حتى لو بتتأذي. وفي وسط كل ده بتحس انك ما بتحبوش، بتحس انك محتاجه، محتاج وجوده، محتاج كلمة منه تطمنك، محتاج حضوره علشان تحس انك موجود. دي مش حياة، دي اسمها تعلق اللي ممكن لو زاد يوصل لدرجة المرض. طيب ازاي تفرق ما بين التعلق والحياة الطبيعية او العلاقة السوية؟ ركز في العلامات دي يمكن تلاقي نفسك جواها. العلامة الأولى، الخوف المستمر إنه يبعد. بتحس إنك ماشي في العلاقة دي على أطراف صوابعك، لو ما ردش عليك برسالة يدور في دماغك مليون سيناريو. يمكن زهق، يمكن عايز يبعد، هو بيفكر يسيبني. كأنك قاعد مستني اللحظة اللي هتتوجع فيها. شعور غريب بجد، أنا مش عارف أنت إزاي بتقدر تستحمله، وما أعتقدش إن في إنسان يستحق يعيش جوه الألم ده كل يوم. وصدقني أنت تستحق تعيش أفضل من كده. العلامة التانية، الإدمان. تحس ان وجوده بقى زي المخدر، لو يوم واحد ما كلمكش او ما شفتوش الدنيا بتتقفل في وشك. تتقلب في السرير بالليل مستني رسالة، كلمة منه، اي حاجة تطمنك ان هو لسه موجود وما بعدش. الموضوع كده ما بقاش علاقة سوية، بقى ادمان. ادمان على صوته، على حضوره، على فكرة انه حواليك. بس برضو خلي بالك يا صديقي، ده زيه زي اي ادمان في الدنيا، بيستهلكك وياخد من طاقتك ويخلي سعادتك مربوطة بجرعة منه. وصدقني ما تستاهلش تعيش كده. العلامة التالتة، التضحية المبالغ فيها. في أي علاقة في الدنيا قايمة على الأخذ والعطاء. أنت بتشتغل فبتاخد فلوس، بتهتم بحد وفي حد تاني بيهتم بيك. لكن في التعلق العطاء بيكون من طرف واحد، كله من طرفك أنت. بتفتكر إنك بتعمل كده علشان تحافظ على العلاقة، لكن الحقيقة أنت بتمسح ملامحك أنت يوم ورا يوم. بتتنازل عن خروجاتك، عن شغلك، عن أحلامك، وتقول المهم هو يكون مبسوط. وبعد فترة تكتشف ان انت الوحيد اللي مش مبسوط، وتصحى في لحظة تكتشف انك بقيت بعيد قوي عن نفسك. وصدقني اصعب احساس في الدنيا لما تبقى مش عارف نفسك. العلامة الرابعة، فخ الذكريات. احنا دايما بنحاول نسترجع الاوقات الحلوة اللي حصلت قبل كده، بنحاول نخلي الذكريات دي توصل لنا نفس احساس السعادة لما حصلت. بس هنا بنسترجعها في خيالنا، وده شيء ساعات بيكون حلو وصحي. لكن مع التعلق احذر، لأن ده ممكن يكون فخ. ليه؟ الواقع لما بيكون موجع بتلاقي نفسك بتهرب لنسخة قديمة من الشخص اللي معاك، بتفتكر ضحكته، كلمة، لحظة يمكن كان فيها حنين، وتقول لنفسك هو لسه زي ما كان. بس الحقيقة لأ يا صديقي، اللي قدامك ده مش نفس الشخص اللي في ذكرياتك. انت هنا بتبقى متعلق بالصورة اللي رسمتها له مع ذكرياتك معاه، مع لحظات السعادة اللي عشتها معاه، وتفضل عايش على أمل إنه يرجع زي الأول، مع إن الواقع بيقولك كل يوم إن القصة اتغيرت. العلامة الخامسة، الغيرة المرضية. أي كلمة، أي ضحكة مع حد تاني تحس إنه جاي يسرقه منك. يضحك مع زميلة في الشغل تقوم جواكي حرب. أي اهتمام لو بسيط بحد غيرك يتحول جواك لعاصفة. مع الأسف انت هنا بس بتكون السبب في الإحساس ده، كأنك شايفه ملكك. مع أي شخص يظهر جنبه وتحس إنك وجودك مهدد. والعلاقة الصحية يا صديقي قايمة على الثقة، أما التعلق بيخليك دايما تشك وتتمسك لدرجة التملك. ونصيحة، لا هو ملكك ولا أنت كمان حد بيملكك، ربنا نفسه خلقنا أحرار في الحياة. العلامة رقم 6،
غياب الحدود. في أي علاقة صحية بيكون في أنا وهو، لكن مع التعلق الاتنين بيتوهوا. مفيش حدود في العلاقة، تلاقي نفسك مش عارف انت مين من غيره. قراراتك بقت قراراته، وقتك كله بقى وقته، وحتى مشاعرك بقت مربوطة بيه. في الأول تفتكر ان ده اندماج وحب، لكن الحقيقة لأ، ده تعلق مرضي. والأصعب إنك تكتشف إنك مش عارف نفسك، واصل لمرحلة إنك مش عارف إيه اللي بتحبه وإيه اللي بتكرهه. مع إن العلاقة الصحية بتسمح لك تبقى أنت، وبتسمح له يبقى هو كمان على نفس شخصيته. لكن التعلق بيحاول يحول الاتنين لشخص واحد، بس شخصيته تايهة ومش لاقي حقيقته. طيب اسودت الدنيا كده خلاص وقفلت مفيش حل؟ كالعادة لأ، في حل. الموضوع بسيط، شوية خطوات هنمشيها سوا في الحلقة اللي جاية. خطوات هتساعدك تخرج من سجن التعلق وتبدأ تعيش حر من جديد. سلام.